السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب في البداية بقى ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديدة. وما تنساش ان انت تدوس لايك للفيديو، وبشكر كل الناس اللي بتكتب رقم اللايك، شكرا جزيلا ليكم. واحد يقول لي انت بقالك كام فتره كده ما كنتش بتقول؟ اصل انا اليوتيوب بعت لي لان عندي مشكله كده، فعشان كده هبدا اطلب تاني يعني، فمعلش يعني. المهم، طيب تعالى نبدا اول حاجه بالموضوع اللي انت داخل تسمعه طبعا وغير مهتم بالباقي، فهجيبها لك في الاول عشان تعرف الحوار والموضوع يكون سهل وبسيط بالنسبه لسعادتك، وهو ليه علاقه باحمد حمدي. احمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق، اللي بعد كده طلع على الجونه، اللي بعد كده طلع على كندا. حلو حلو، اللي في فتره من الفترات كان موجود في النادي الاهلي وكان جاي له عرض من الدوري الايطالي، ولكن الكابتن حسام قال لك لا ما يمشيش، ده لعيبه، ده بتاعي، ده خليفه عبد الله السعيد. ثم بعد ذلك ما شمهاش وفضل قاعد مركون لحد ما طلع على الجونه. المهم، هذا اللاعب اللذيذ بدأ الكلام كتير عليه، ناس كتيرة بتتكلم عليه، أصدقاء البرنامج بدأوا يكتبوا لي في التعليقات ايه مصير اللاعب ده، لان في ناس كتيرة اتكلمت عليه، في ناس قالت ان هو جاي. طيب نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا على اللاعب ده على فكرة من يومين، واتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، واتكلمت عليه الشهر اللي فات، وخلي بالك الكلام هو. طيب واحد يقول لي احسم لنا الموضوع، هل اللاعب على رادار النادي الاهلي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي ليك حاجتين. الحاجة الاولانية، يجب ان تعلم ان الاهلي مش مطالب ان هو يتفاوض مع هذا اللاعب. واحد يقول لي يعني من الاخر هذا اللاعب عقده بينتهي يوم 31 12 2023، يعني 6 شهور من دلوقتي، 6 شهور من دلوقتي. يعني الراجل ده عقده بينتهي قبل اليوم 1 من فترة القيد بتاعة يناير. يعني حضرتك مش مستعجل خالص ان انت تشتريه، كانه قبل يناير، واحنا الدوري بتاعنا غالبا هيبدا في 9 بقى ولا حاجه، فانت بتتكلم ان شهرين بالكتير 3 الباب يتفتح تقدر تجيبه ده لو انت عايز. طيب نخش على المرحله الثانيه. كده احنا عرفنا ان اللاعب يوم 31 12 2023 هيصبح فري، يعني تقدر تجيبه. طيب نروح بقى للحته المهمه، هل الاهلي ومارسيل كولر يريد هذا اللاعب ولا لا؟ قولا واحدا وبدون لت وعجن، لا. الاهلي عرضوا او لجنه التخطيط عرضته على مارسيل كولر والراجل لم يقتنع بيه، واحنا هنا اتكلمنا عليه وقلت لك ان صعب احمد حمدي يكون موجود في النادي الاهلي. خلي بالك اللاعب حتى بره، يعني انا دخلت على الترانسفير ماركت عشان اجمع داتا عن اللاعب، لقيته لاعب 5 مباريات بس، يعني 5 مباريات وبدون اي تأثير، لا جاب اجوان ولا عمل اي حاجة. ولكن ما اعرفش، هو تم خلي بالك ضمه من روي فيتوريا، روي فيتوريا ضمه للمنتخب، ودي برضو حاجة غريبة جدا. هو لاعب غير متألق، او يعني دقايق اللعب بتاعته قليلة جدا حتى في الفريق الكندي، وبالتالي فهو مش موجود، وبالتالي فاللاعب مش على رادار النادي الاهلي خالص. تمام. طيب عشان بس نكون واضحين، اللعيبه اللي في الحته دي اللي انت ممكن تروح لها هو واحد في مصر، والباقي بقى ممكن تجيب من بره. طيب مين اللي في مصر؟ هو بوبو، وكل عام وانتم بخير، واقفل القوس ومفيش تاني. يبقى بوبو هو الوحيد اللي انت عايز تجيبه يكون موجود. فاي حد بقى يقول لك خليفه السوليه، خليفه عبد الله السعيد، خليفه ابو المعاطي زكي، خليفه ابو حميد، كل الكلام ده كله اي كلام. اقول لك على حاجه هتلاقيها الفتره الجايه، هيقول لك والله الصفقه فشلت لانه اتخانق، او ده كان بيتخانق مع حسام غالي زمان. اتقل وسترى. فده موضوع عمنا احمد حمدي لاعب مونتريال، ربنا يوفقه والكلام ده كله. زي ما بقول لك هو فري 31 12، يعني انت لو في دماغك عايز تجيبه اتفاوض معاه دلوقتي وهاته في يناير ببلاش، فانت مش مستعجل يعني. فهي حاجه لازم تكون عارفها. الحاجه التانية وهي انفراجه
انفراجه جت من عند ربنا والامن وافق. يعني بعد الاجتماعات اللي حصلت امبارح ما بين وزير الشباب والناس في النادي الاهلي مع القيادات الامنيه، وحصل تنسيقات والكلام ده كله. المهم الامن وافق على ان يزيد العدد ل 50,000 متفرج. كنا احنا بدأنا ب 20، ال 20 طاروا، بعد كده دخلنا خدنا 30,000، ان شاء الله برضو يطيروا زي الصاروخ. ومن هنا نبدأ في حث الجماهير على يا جماعة الخير، بما انك رحت وجبت التذكرة قطعتها وخدتها، فده معناه ان حضرتك ملتزم التزام كامل بالحاجات المحظورات. فيا جماعة الخير الحاجات المحظورات ما ينفعش ان انت تعملها. بما انك انت رحت وجبت التذكرة فحضرتك موافق، ده معناه ان انت موافق. والحاجات معروفه، يعني العاب ناريه لا، شماريخ لا، الحاجات اللي هي دي لا، فعشان ما يبقاش فيه مشاكل فموضوع بسيط وسهل، يعني مش عايزين يبقى فيه مشاكل واليوم يعدي على خير. تمام. فحضرتك الحاجه البديهيه التانية اللي احنا برضو لازم نقولها، لو حضرتك معكش تيكت ما تروحش. هل الموضوع صعب في كده؟ يعني مش صعب طبعا، احنا بنتكلم في حاجات بديهيات والله. فلو حضرتك معكش تذكره ما تروحش، ما تروحش عند الاستاد وتقول بقى ربنا يسهل، ما انا يمكن اخش. خلي بالك، يعني هي حاجه مهمه. لو فرضا حضرتك عرفت تخش فده معناه ان انت هتأثر على واحد كان دافع التيكت وما عرفش يخش. انا بقول لك مش هتعرف تخش، فبلاش تروح وبلاش الحركات دي. انا عارف ممكن تخش ازاي والكلام ده كله، بلهاش اي لازمه. حضرتك معكش تيكت، اقعد اتفرج على الماتش في البيت، على القهوه، في اي حته، براحتك، ما حدش هيقول لك حاجه. انما ما تروحش الاستاد الا وانت معاك تيكت. فالموضوع بسيط وسهل، فده حاجه. برضو الحاجات المحظورات اللي هي محطوطه نلتزم بيها، والموضوع يعدي على خير، وان شاء الله يبقى ماتش حلو ولطيف وخفيف ويعدي ونخلص. فده حاجه لازم تكون عارفها. ده طبعا واحد يقول لي هو انت ليه بتتك على الحاجات دي؟ عشان ما نخشش في ازمات بعد كده. بمعنى يعني يطلع بقى مثلا ناس يتقبض عليها، واحد مش عارف ايه، فنبدا نخش بقى في مناشدات والنبي يا جماعه سيبوا. طب ليه كل الوجع القلب ده؟ انت ممكن تريح دماغك وتريحنا وتريح الدنيا كلها لو حضرتك التزمت بالحاجات وخلصنا على كده. فالموضوع بسيط وسهل، وانا عارف ان والله بنتكلم في بديهيات، يعني دي حاجات بديهيات. وعلى فكره بس كده تمام، وبس كده، يعني ايه، نهتم بالحاجتين دول. تمام. طيب على المستوى الملعب بقى، يعني احنا كده اتكلمنا على الجماهير وقلنا احنا ايه. النادي الاهلي النهارده هيرجع للتدريبات، وبعد كده هتعمل معسكر مغلق عشان تقفل على اللعيبه، بحيث ان انت تعزل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عن كل بقى الاجواء، وعن مش عارف مين بيهبد ومين بيقول والكلام ده كله. اصل خناقه حمدي فتحي مع مش عارف مين، وتاو ضرب كولر بازازه ميه، ومش عارف محمد عبد المنعم مسك هاني قال له يلا انت كابتن ازاي، تعالى يلا. والحوارات اللي انت طبعا عمال تسمعها ال 24 ساعه اللي فاتوا طبعا، يعني فلازم ندي شويه بوارات. فطبعا كل الكلام ده طبعا اونطه، فالراجل قال لك احنا نقفل على نفسنا والكلام ده كله. دي حاجه. بالمناسبه فريق الوداد المغربي قال لك احنا، يعني انت بتعرض عليه طبعا الملاعب بتاعتك، يعني لو انت عايز تتدرب عندنا تعالى. الملاعب اللي هي غالبا كانت بتاعت مدينه نصر. فالناس بتوع الوداد قال لك لا احنا متشكرين، انت ممكن تتجسسوا علينا وبتاع. فالاهلي قال له اوكي براحتك، جود لك، شوف انت عايز تروح فين. فراح اتفاوض او اتكلم مع الناس بتوع بيراميدز ان هو يتدرب على ملاعب الدفاع الجوي اللي هي التابعه لنادي بيراميدز. تمام. مارسيل كولر طلب من النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي ان هو يعمل تدريب عند ملعب استاد القاهره، ان هو يعني يبقى فيه تدريب على ملعب استاد القاهره ده. يعني قبل المباراه بيوم انت هتتدرب على ملعب استاد القاهره. غالبا الراجل عايز يطبق حاجه كده معينه، فعايز يعملها جوه الاستاد. فطبعا انت هتبقى يعني التدريب بتاع النادي الاهلي هيبقى قبل التدريب بتاع الوداد المغربي. احنا الاثنين هنتدرب في نفس اليوم، بس انت التدريب بتاعك هيبقى قبليها، وبعد كده يبقى فيه مؤتمر صحفي كولر بقى يطلع يرغي، وبعد كده هتيجي التدريب بتاع فريق الوداد المغربي، خلص برضو مؤتمر صحفي يطلع المدرب بتاعهم ويتكلم في المباراه.
اداره النادي الاهلي قالت لك ان احنا هنعمل مكافآت فوريه للعيبه، يعني انت حضرتك كسبت مكسب حلو ولذيذ وبسمسم وانت طالع تاخد مكافاه فوريه على طول بمناسبه ان انت كسبت، ففي السريع يعني مكافآت فوريه، ده غير مكافآت الفوز بالبطوله، فدي حاجه مهمه جدا. يعني اه اخر حاجه عايز اقولها لك ان النهارده هيبقى في اشاعه لمحمد الشناوي وحمدي فتحي، اشاعه للاثنين دول قبل ما ينزلوا التمرين عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبناء عليه تقرر هل الناس دي تخش ولا تستنى. ولكن اقدر اقول لك ان كل شيء مطمئن، وموقف الشناوي كويس جدا وموقف حمدي فتحي برضو كويس، فدي حاجات لازم سعادتك تكون عارفها. بس كده، سلام عليكم.